السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رفض كارلو أنشيلوتي لوم لاعبيه بعد الهزيمة أمام برشلونة بهدف نظيف في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب سانتياغو برنابيو، حيث أكد أن النتيجة غير مستحقة. كما قدم اعترافا صريحا بشأن رولاند أراوخو مدافع فريق الكتالوني خلال مؤتمر الصحفي عقب اللقاء. فأجاب كارلو أنشيلوتي عن تحليل المباراة فقال: كانت مباراة جيدة جدا مكثفة، ضغط عالي، وكان استحواذ برشلونة 40% فقط. لقد أبلينا بلاء حسنا، لكن افتقرنا إلى شيء آخر في الثلث الأخير. كان دفاعهم صلبا جدا وأجبرونا على اللعب في الوسط حيث يكونون أقوياء للغاية. المباراة صارت كما أردنا، وفي العودة علينا أن نكرر هذا الأداء في برشلونة. فطرح عليه سؤال آخر: ما الفرق بين ليفربول وبرشلونة؟ فأجاب: إنهم فرق مختلفة. برشلونة دافع بشكل منظم للغاية، وكان من الصعب علينا الهجوم في المرحلة الانتقالية، لكننا لم نسمح لهم باللعب بالطريقة التي يريدونها، وهذا جيد. ثم طرح سؤال آخر: هل استحق برشلونة الفوز الليلة؟ فأجاب: لا بالطبع، هذا واضح جدا، بالكاد كانت هناك أي فرص لهم. أعتقد أنها كانت واحدة من أفضل مبارياتنا دفاعيا طوال الموسم. ثم طرح سؤال آخر: ما الذي يجب تحسينه في مباراة الإياب؟ فأجاب: إذا قررنا هذه الكثافة ستكون لدينا فرص. لا أعتقد أن برشلونة سيكرر أداء دفاعيا مثل هذا في الكامب نو. ثم طرح سؤال عليه: ما رأيك في أداء الحكم؟ فأجاب: بشكل عام جيد. في تلك اللقطة بين فينيسيوس وديونغ كان هناك بعض التوتر، لكن لم يحدث شيء. ثم طرح فقول له: إن تشافي قال إن ريال مدريد لا زال المفضل للفوز، هل تشاركه الرأي؟ فأجاب: حسنا، الآن لدينا عيب، لكن نحافظ على الكثير من الثقة ونريد العودة. فسئل سؤال آخر: ما هو شعورك عندما رأيت برشلونة يقدم هذا الأداء الدفاعي؟ فأجاب: لقد كان غريبا بعض الشيء أن أراه يلعب هكذا، لكنهم كانوا صلبين للغاية ولديهم التزام جماعي، وأغلقوا كل الخطوط بشكل جيد للغاية. إن الاضطرار لمهاجمتهم في العرضيات ليس أفضل شيء كما قلت من قبل، وقد قادونا إلى ذلك. فسألوا: حظ سيء في الهدف، ما تقييمك لأراوخو ضد فينيسيوس؟ فأجاب: الهدف جاء من خطأ فردي، وأعطى أراوخو العلامة الصحيحة الكاملة ضد فينيسيوس.